كاين حوايج صراولنا في حياتنا ما نحبوش نحكوهم، اسرار تبقى مدفونة مع الناس اللي راحوا. اليوم راح نحكي لكم على سر من طفولتي، سر على بيت قديم في الدوار، بيت جدي، الدار اللي فوت فيها كامل صغري والذكريات التاوعي، البيت اللي ما على باليش واش كان رافد، وانا اللي كسرت القاعده تاعه ودخلت، ومن يومها حياتي ما بقاتش كما قبل. سلام، اليوم جبت لكم قصه فيها الرعب والغموض في نفس الوقت. اتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وانتم تسمعوا في هذا الفيديو. ما تنسوش تصلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام وتتبعوا معايا القصه حتى النهايه. واذا عجبتكم ما تنسوش ديروا جيم وابوني. راح نحكي لكم على اغرب وارعب قصه صارت لي في حياتي. من صغري وانا نروح مع دارنا للدوار عن جدي، كنت نحب بزاف تما نلعب وقت ما نحب وكيما نحب، الا الايطاج الثاني ما كانش يخلينا نطلعوا ليه. دار جدي كان فيها طبقين، الطابق الاول احنا كنا نجتمعوا فيه مع عمومي وعماتي وولادهم ومرت جدي، خاطرش بابا يماهم ماتت مي كانوا صغار، وباباهم اللي هو جدي عاود زوج، والطبق الثاني هذاك كان خاص بجدي، لا احنا صغار ولا العمومي الكبار يطلعوا. حتى جا الوقت اللي احنا صغار صاي كبرنا وولينا نفهموا ونعرفوا شويه. انا وولد عمتي حكمنا الفضول وقررنا نروحوا عند جدي ونطلعوا الايطاج الثاني وتما نشوفوا واش كاين. كنت دائما نحس هذيك الدار فيها حاجه ماشي نورمال وكاينه حاجه مخبيه، كيفاش ايطاج كامل في الدار ما يفتحها حتى واحد. واحد النهار دينا العطله الصيفيه وقررنا نتلاقوا تما غير حنايا احفاد، وصاونا والدينا منهبلو جدنا منهبلوش مرت جدنا، قلنا لهم كونوا هانيين. رحنا ولقينا جدي ومرته يستنوا فينا ورحبوا بينا، وغير دخلنا جمع حدانا جدنا. جدي قرب لي وقعد يمسح لي في راسي وقال لي كبرت يا ولدي. جدي كان حاس بيا، كان عارف على واش جيت وواش راني نخمم. قعد معانا شويه من بعد وقف وقالنا اي انا راني خارج وما تطلعوش الفوق وقعدوا عاقلين. العطله الصيفيه هذيك قعدنا منها غير شهر عنده، يامت الوالا كامل فاتو نورمال. في نهار من نهارات الصيف كنت وحدي مع جدي في الدار، وجدي خرج للفيرما، بقيت وحدي والساعة كانت قريب 7 عشية. بدأت تغرب، سمعت خطوات الفوق، قلت بالك راني نتخيل. حبست واش كنت ندير، عاود سمعت واحد يجري الفوق، رحت ورفدت حاجة في يدي، قلت والله نطلع نشوف بالك سراق، خاطرش كنت وحدي في الدار. راح اطلع لقى الباب ما كانش مبلع، كان غير هاكا مردود. كي حل الباب لقى هاكا كوروال كبير خاوي ما فيه والو، ما كان كاين حتى واحد تما، من غير بيوت هاكا ماشي كاملين خاويين وشكاير تاع السيما وصوالح هادوك تاع الخدمه. قلت يا هذا ما كاين، ووقيلا جدي مسكين خاف نخسروا له الصوالح.
عليها ما كانش يخلينا نطلعو هنا. ورديت هذاك الباب وجيت هاود. كي جيت نحط رجلي باش نهود سمعت الحس مورايا، وقعدت نسمع صوت خفيف غير مفهوم من بعيد. من بعد هذاك الصوت بدا يوضح شوية، وليت نسمع أرواح أرواح. حسيت قلبي بغى يحبس، بغيت نهود بصح الفضول شدني. عاود وليت دخلت تمشيت شوية بشوية، قعدت نسمع الهمسات هادوك جايين من جهة غرفة كانت كاملة شوية على البقية. تمشيت حتى وصلت لقيتها مبلعة. شميت ريحة خارجة منها كي شغل ريحة الميديتي مع ريحة اللوح ولا الحطب محروق. من بعد سمعت الهضرة، عرفت بلي جدي ومرت جدي جاو. هبطت نجري بلا ما يفيقولي، بصح بت قاع الليل وانا نتفكر ونخمم كيفاش ندخل لهذيك الشومبرة. جاني احساس بلي كاينه حاجه تما. جا ولد عمتي، وهذا ولد عمتي كان هو صاحبي ومقرب ليا بزاف. وحكيت له واش صرا. قال لي نعسو جدي وين يحط المفاتيح ونطلعو. عجبتني الفكرة تاعه وقلت له صاي. سرقنا المفاتيح وطلعنا. غير مديت يدي على هذاك المقبض تاع الباب كان بارد، وحنا كنا في الصيف. غير فتحنا الباب دار الحس شوية، خفنا غير يكون جدي سمعه ويطلع علينا. بصح سلامات ما سمحش. هذيك البيت كانت عامرة بالتصاوير على الحيطان، كان فيها جدي وواحد المرأة وقيلة جداتي، بصح الصور هادوك قدام بزاف. وكانوا كاينين رموز غريبة مرسومة في الحيطان والشموع كشغل طافيين. وفي الوسط هذيك البيت كرسي تاع لوح. تمشينا لقينا باب واحد اخر، كي حليناه لقينا سرير قديم ودم قديم ناشف على الحيطان. وفي وسط هذيك البيت تاني طابلة فيها صندوق صغير تاع لوح كان محلول وفيه صور عائلية قديمة. وفي وسط هذوك الصور كانت كاينه الصورة تاع طفل صغير ماشي معروف وماشي من العائلة، وجهه كان ممسوح شوية. قعدنا نشوفه ونخزروا في هذوك الصور ونضحكوا على شكلهم. ونسينا هذوك الرموز اللي كانوا في الدار وهذوك الشموع، هذيك الطقوس الغريبة نسيناهم. قعدنا مقابلين غير هذوك الصور ونضحكوا عليهم، حتى فجأة تبلع الباب الأول وقعدنا نسمعوا في الصوت بعيد كي صوت تاع جدي. بس هذاك الصوت كان بدل شوية، نسمعوا فيه يتقرب لينا ويقول ياك قلت لكم ما تقربوش هنايا. كي درت باش نخزر شفت راجل طويل ملامح تاعه ما تبانش، يضحك في ضحكة باردة بصوت راجل ومرة بصوت مرأة. ما عرفتش إلى مرأة ولا راجل، بصح الشكل تاعه كان كيما الشكل تاع راجل. بدا يتقرب لي بشوية، تدقات تاع قلبي وليت نسمع فيهم. حاولت نزقي لكن الصوت تاعي ما خرج، وقعدت نسمع في خطوات تاع جدي تتقرب بشوية. كي دورت راسي باش نشوف ولد عمتي اللي كان معايا كلش تبدل، الحيطان كامل ولاو كحلين والصور هادوك ولاو يتحركوا بشكل غريب. حسيت روحي ما عنديش رجلين باش نهرب. اخر حاجة شفتها قبل ما نطيح متغاشي هي يد جدي يمد لي في يديه
وكي شغل الدخان كحل، ما عرفتش الا كان من موراه ولا كان يخرج من فمه. كي فقت لقيت روحي في الصالون تحت، وولد عمتي حدايا وكاع كانوا تما، وجدي كي شغل كان زعفان يخزر فيا وزعفان. الغدوة قلت لهم انا نروح لدارنا. رجعت لدارنا حكيت كلش لوالديا، مزية لي والديا امنوني. بابا قال لي مين فيها الدم غدوة ندو معانا الشرطة ونروحو. بصح الغدوة من رحنا لقينا الناس ملمومين وغاشي كحل والدخان، ما فهمنا والو. لقينا دار جدي تحرقت من الفوق للتحت وما بقى فيها حتى اثر. ومن ذاك النهار انا ما زدتش حطيت رجلي في هذاك الدوار، وشحال من خطره نحلم بهذاك الطفل الصغير اللي وجهه ممسوح. نحلم بين خطرات يجي مورايا، خطرات مجمع يخزر فيا، ما فهمتش واش راه باغي. وجدي ما شفناهش من ذاك اليوم. مزية كان معايا ولد عمتي وشاف واش شفت، وكانوا عارفين ولاده اللي هما عمومي وبابا وعماتي، كانوا عارفين واش يدير باباهم، غير كان خصهم دليل. وقاع الناس الدوار يقولوا هو الساحر الكبير وهو اللي حرق داره بيديه. ومرض جدي راها عند عمتي الصغيرة عايشة معاها. قالت لهم انا كيفي كيفكم، ما كان على بالي بوالو وما كانش على بالي واش كان يدير. وحتى انايا كان مانعني ما نطلعش الفوق. كانت من تسقسي تقول علاه ما نطلعش، قولها ما كاين والو، غير صوالح المرحومه وصوالح الماصو من يجي يكمل، ما عندك ما تطلعي ديري الفوق. قالت لهم على بها انايا ما طلعت، ما حوست نفهم، اما لو كان على بالي واش كان يدير ما نزيدش معاه دقيقه. انا من هذيك الليله حياتي تبدلت وتعلمت حاجه واحده: كاين اسرار في العائله ما لازمكمش تحاولوا تعرفوها، يمكن تكون هي سبب نجاتك ويمكن تكون هي سبب اللعنه تاعك.